عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرضا بالمقسوم من أفضل العبادات إلى الله سبحانه وتعالى. الحديث القدسي الشريف قال: يا ابن آدم إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك، وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى أنت بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لو أسلطن عليك الدنيا تركض فيها كركض الوحوش في البرية. سبحان الله، الرضا بالمقسوم من أنفع العبادات ومن أنفع النفع للإنسان في صلاح أحواله في الدنيا وفي الآخرة. الرضا بالمقسوم ونقول الحمد لله على كل اللي احنا فيه. احنا في نعم لا تعد ولا تحصى، لازم نقول الحمد لله. معانا فلوس نقول الحمد لله، معناش فلوس نقول الحمد لله. احنا لما بنقول نشكر ربنا ونمتن على الله ونحمده ونشكر فضله وراضيين باللي ربنا قسمه لنا، هنلاقي الرزق جاي لنا من كل باب. سبحان الله، بتضيق دي وتبص تلاقيها باب اتفتح كده للرزق، لان انت بتقول الحمد لله. الحمد لله ديت بتفتح لك ابواب الرزق وبتفتح ابواب السعاده لقلبك وبتفتح ابواب الرضا لله سبحانه وتعالى والتقرب الى الله، ان انت بتحمد الله سبحانه وتعالى. احمدوا ربنا دايما، قولوا الحمد لله ولئن شكرتم لازيدنكم. فعلا الآية دي عظيمة، يعني انتوا لازم ترضوا بكل اللي احنا فيه. احنا بنمر بمشاكل، بنمر بأي حاجة، نقول الحمد لله. لازم نحمد ربنا في السراء وفي الضراء. فالحمد لله دي بترفع عننا الابتلاءات، وربنا بينزل لنا انفراجات من عنده سبحانه وتعالى، وربنا بيكبر بخاطرنا وبيراضينا وبيوسع علينا، بيرزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. الحمد لله والامتنان إلى الله سبحانه وتعالى هي مفاتيح أبواب السعادة إلى قلبك وبدنك. هي الرضا بالمقسوم هي اللي بتريح بالك وعقلك وفكرك وقلبك، وبتريح بدنك من أي تعب. فلازم نقول الحمد لله ونرضى باللي ربنا كتبه لنا، وان شاء الله كلنا كده ربنا يكرمنا ويكبر بخاطرنا ويرزقنا من حيث لا ندري ولا نحتسب. خليكم بس دايما كده قولوا الحمد لله وارضوا بما قسم الله لنا في كل الاحوال، ونقول الحمد لله. هنلاقي ربنا جبر بخاطرنا ورضانا، وهنلاقي ربنا ان شاء الله يكرمنا اخر الكرم. بحبكم كلكم في الله، دمتم بالصحه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.